كامل اتمحت من السجلات. أسرة قررت الأم إن هي تقضي على وجودها في الحياة بعد ما عرفت إن هي مصابة بسرطان القولون. الأم اللي متزوجة لرجل عايش في دولة تانية وصاحب جنسية عربية، بعد ما جم يعيشوا في مصر هي وأولادها الخمسة قررت إن هي تكلم الأب وتقول له إن هي مش قادرة على الحياة وإن هي كمان أصيبت بسرطان القولون. الأب يتبرأ منهم ويقرر إن هو يطلقها ويقول لها أنت طالق، أنا رايح دماغي وأطلقك. تيجي الابن يحاول ان هو يقول لها احنا هنشتغل واحنا قادرين ان احنا نصرف على نفسنا، لكن ان هي بعامل نفسي كبير جدا، لا انا كده كده ميتة، انتوا هتعيشوا ازاي وهتصرفوا ازاي، انتوا لازم تموتوا معايا. وتقنع الاطفال اقناع كبير جدا على انهاء حياتهم. فعلا بتيجي الام وتقول للابن ان هو ينزل يشتري علبة امواس، ويرجع الابن وتقطع شرايين الاطفال وتقعد جنبهم لحد ما يتوفوا ويموتوا بموت بطيء جدا. بيجي بعد كده الام بعد ما الاطفال بيتوفوا ان هي يجي عليها الدور، فالابن يتخلص من الام بعد ما هي قطعت شرايينه علشان هو كمان يموت بعدها، فيموتها ان هو يخنقها. يجي الابن ما يحصلوش حاجة فيقرر ان هو يرمي نفسه من الدور ال13، فالجيران يشوفوه وينقذوه. وبعد كده يبدأ يقول القصة الغريبة اللي لأول مرة تسمعوها. الأم سيطرت سيطرة كبيرة جدا بعامل نفسي كبير جدا على الأطفال، وإن هو بشهادة الجيران وبشهادة الناس كلها ان هو الابن اللي عنده حوالي 19 سنة محترم ومؤدب وما بيسمع لهمش صوت اصلا، فمش معقولة يكون هو اللي قتلهم بدافع اي حاجة تانية. بعد تحقيقات كبيرة من النيابة قررت ان هي تحيله ان هو يتعمل له تحليل علشان يشوفوا مدى قواه العقلية وان هو تحت تأثير مخدرات او غيره. الغريب ان جثث الاطفال والام محدش استلمهم من المشرحة، يعني الاسرة دي ما بقاش ليها وجود وما كانش ليها وجود حتى ان حد يروح ياخد الجثث بتاعتهم ويدفنهم واتدفنوا في مقابر الصدقة. فده ممكن يكون الدافع الحقيقي للجريمة اللي حصلت، ويعني أول مرة نسمع على حاجة زي كده. وهل تلتمس عذر نوعا ما للي حصل؟ الأم بعفوية الأمومة وإحساس الأمومة ان هم هيعيشوا وملهمش اي حد، هل ده مبرر؟ وهل الابن فعلا ممكن يكون بياخد مخدرات والقضية مش بالشكل ده؟ اكتبوا لي تعليقاتكم وما تنسوش تترحموا لهم علشان ربنا يغفر لهم ويغفر لنا جميعا. منتظر تعليقاتكم واعملوا مشاركة للفيديو علشان القصة الحقيقية توصل للناس كلها. ودي كانت قضية كرموز.